السلام عليكم، أهلا بكم في مطبخي. معاكم شيماء سعد. النهاردة هنعمل تفريزات رمضان هيوفر في الوقت والمجهود. هنعمل ستريبس مقرمش. في بولة هنخلط 2 كوب رايب، بيضاية، كوب دقيق، معلقة نشا، معلقة من الثوم المفروم، التوابل ملح، فلفل أسود، بابريكا، ثوم وبصل بودر، كاري. هنخلطهم بالشكل ده مع بعض. الخليط هيبقى متماسك بالشكل ده. هضيف الفراخ اللي متقطعة ستريبس بالشكل ده، وهبدأ أقلبهم مع بعض كويس جدا. أغلف الستريبس بالكورن فليكس مطحون وسط، وهضغط عليه من فوق من تحت. وبكده خلصت الستريبس. هنعمل بانيه طري من جوه ومقرمش من بره. في بولة هنخلط ربع كوب لبن مع بيضاية، ربع كوب دقيق، مية بصل، عصير ليمون، التوابل ملح، فلفل أسود، ثوم وبصل بودر، جنزبيل، زعتر. هنخلطهم كويس جدا بالشكل ده مع بعض. هرص الفراخ في الخلطة بالشكل ده، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. الغلاف كوباية بقسماط مطحون مع نص كوباية فيجيتار، وهغلف البانيه بالشكل ده. وبضغط على البانيه كويس جدا. وبكده خلص معانا. هنعمل الشاورما الفراخ. في بولة ربع كوب زيت زيتون، علبة زبادي، معلقة ثوم مفروم، معلقة صغيرة هريسة شطة، عصير ليمون، البهارات ملح، فلفل أسود، بابريكا، ثوم وبصل بودر، جنزبيل، كمون، كزبرة، حبهان، رشة جوز الطيب، قرفة وقرنفل. هقلب الخليط كويس جدا. هقلب الفراخ مع التتبيلة بالشكل ده. هنعمل الشيش طاووق. في بولة هخلط ربع كوب زيت زيتون، عصير ليمون، معلقة صلصة، معلقة هريسة شطة، 3 فصوص توم مفروم، علبة زبادي، توابل ملح، فلفل أسود، ثوم وبصل بودر. هنقلبهم كويس مع بعض. هحط على التتبيلة قطع الوراك، وهقلبهم في الخليط بالشكل ده. وبكده خلصنا الفراخ الشيش. لو عجبتكم الوصفات ما تنسوش اللايك والاشتراك ليوصلكم كل جديد.